برشلونة بيودع كل البطولات النهارده، كل البطولات اللي برشلونة بيلعبها خلاص ودعها النهارده بعد خسارة ريال مدريد. يعني شامبيونز ليج، يوروبا ليج، كاس بقى، مفيش كل الكلام ده. فهو خلاص بنسبة كبيرة حسم الدوري واخد الدوري، ولازم يعني لازم الواحد يفرح لريال مدريد على اللي عمله النهارده. بصراحة كله شك في ريال مدريد وان هي كسبت او ما كسبتش، فالموضوع اختلف خالص النهارده. ريال مدريد ظهر بشخصية مش طبيعية، وكان السبب في دوت هو غياب ديونج النهارده اثر تقريبا في برشلونه بنسبه 80-90% من الماتش. يعني ديونج لو موجود كان الماتش مستحيل يمشي كده. وتشافي الغيابات ما ساعدتوش بصراحه، وخصوصا ديونج مؤثر جدا جدا في نص الملعب، وده بان النهارده في الماتش. ونيجي لبنزيما بقى، ان بنزيما ورمضان حاجه غريبه بصراحه. يعني في ماتشين جاب هاتريك، الماتش اللي فات في 6 دقايق، والنهارده هاتريك في برشلونه في الكامب نو. ده غير ان السنه اللي فاتت جاب 10 تجوان في رمضان. فتحس ان بنزيما في رمضان ليه تميمه الحظ بالنسبه له رمضان. فريال مدريد النهارده كان مرعب، وانشيلوتي مرعب، ودي رساله انشيلوتي بيسيبها قبل ما تقريبا يسيب الفرقه ويروح البرازيل يدرب، وخلاص الموضوع انتهى. وده يثبت لك ان برشلونه السنه الجايه محتاج لعيبه، بغض النظر ان هو كسب ريال مدريد وكل حاجه، بس برشلونه محتاج لعيبه. لو بص التبديلات اللي بتنزل في ريال مدريد، لا لعيبه، تبديلات ولعيبه وعندها فكر وبيقدروا يضيفوا. يعني لعيبه يقدروا يضيفوا. لكن تبص على برشلونه الدكه بتاعته مش نافعه بربع جنيه.